لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الأول من مسابقة دوري عصبة أبطال إفريقيا، وتميزت هذه المواجهة التي أنطت مهمة قيادتها بطاقم تحكيم من مصر بسيطرة مطلقة للفريق الأخضر عكستها النتيجة الرقمية التي انتهت بها. فمنذ البداية مارس فريق الرجاء الرياضي البيضاوي ضغطا مكثفا على مرمى فريق انترستار البوروندي الذي بدا متهالكا وضعيفا مقارنة مع أداء فريق الرجاء الذي عرف كيف يبعثر أوراق الفريق البوروندي. والنتيجة هدف مبكر في الدقيقة 12، والمسجل اللاعب مصطفى بيدودان الذي برز كعادته ونال إعجاب كل من تبع هذه المباراة باستغلاله الجيد لأبرز حملة الرجاء. العلودي هنا يسدد والحارس البوروندي يتصدى. الدقيقة 39 استعرف تسجيل هدف ثاني لفائدة فريق الرجاء الرياضي البيضاوي، دائما المسجل مصطفى بيدودان الذي سيستغل خطأ أحد المدافعين الذي حاول التصدي لتمريرة رشيد السليماني. ومن زاوية أخرى نقترح عليكم الهدف الثاني لفائدة فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. وعلى نقد الجولة الأولى فقد كانت الجولة الثانية أحسن بكثير سواء على المستوى التقني أو على مستوى التهديف، وظهر فريق الرجاء أكثر فاعلية في نسقه الهجومي حيث تمكن في ظرف 15 دقيقة من تسجيل 3 أهداف، الأول بواسطة مصطفى بيدودان الذي رفع رصيده من الأهداف إلى 3 أهداف، الشيء الذي سيدفعه لمواصلة البحث عن الطريق المؤدي لشباك في اللقاءات القادمة للمنافسة على هداف كأس عصبة الأبطال الإفريقية. الهدف الثاني في هذه الجولة جاء من رجل رشيد السليماني وهو الهدف الرابع لفائدة فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. رشيد السليماني وجد إيقاعه المناسب وأصبح من أحسن اللاعبين بالنسبة للفريق الأخضر. سفيان علودي كان صاحب الهدف الخامس في الدقيقة 58 لينضم بدوره الهدافين في هذه المباراة. الهدف السادس لفائدة فريق الرجاء الرياضي البيضاوي سيسجله اللاعب حسن الدودي، كما نتابع من خلال الصور. نجم الرجاء بدون منازع في هذا النزال سعيد فتاح كانت له كلمة كذلك، ودعم الحصيلة بهدف سابع بعد عملية قادها محسن يجور الذي مرر لفتاح. هذا الأخير لم يتوانى في الإعلان عن هدف سابع